أهلا بيكم في وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة من الوصفات اللذيذة جدا، الوصفات السهلة السريعة اللي ممكن تعمليها. عملنا قبل كده كتير أوي مع بعض الجلاش، عملناه حلو وعملناه حادق، لكن النهاردة وصفتنا مختلفة جدا. هنعمل الجلاش، لو عندك أي لفة جلاش متقطعة ومتبهدلة تنفع للوصفة دي. وصفتنا النهاردة مش محتاجة لا فرد ولا أي حاجة. يلا بينا نبدأ ونعرف هنعمل الجمال ده كله مع بعض ازاي. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك واللايك، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. وصفتنا النهاردة هنستخدم فيها لفة جلاش. لو عندك أي لفة جلاش كده متبهدلة أو متقطعة أو أي حاجة ما تشغليش بالك، هنشتغل بيها وتبقى زي العسل. ماشي، نجيب كده لفة جلاش، بس أهم حاجة تكون طرية. هنفردها كده. بعد كده ما فردت لفة الجلاش بالشكل ده كده هجيب واحدة واحدة، مش هناخد اتنين، هي واحدة بالشكل ده كده، شايفينها؟ هنيجي بقى نروح مكرمشينها كده، بس مش هنضغط عليها جامد، يا دوب كرمشة بسيطة دي ونحطها في الصينية. ناخد كده كمان واحدة بالشكل ده كده، ونفس الحكاية بعد ما نفردها كده هنروح جايبينها كده من تحت ومكرمشينها كده اهو، شايفين؟ ونحطها كل اللفة بنفس الطريقة حتى لو متقطعة، شايفين؟ يعني دي كده متقطعة، هاجي افردها كده بالراحة وبرضو اكرمشها كده اهو. بصوا نفردها زي الفل، شايفين؟ اهو ده المنظر بتاع الصينية. هناخد كمان كده واحدة، ومش مشكلة زي ما بقول لكم حتى لو متقطعة مش مهم. ناخد كده ونروح مكرمشينها كده، اهم حاجة نفردها ونروح مكرمشينها كده ونحطها في الصينية كلها بنفس الطريقة. يعني لو عندك لفة جلاش كده ومحتارة فيها وعايزة ترميها، هتستغليها وتعمليها بالوصفة دي وتطلع زي الفل. ماشي، شايفين بقى شكل الصينية بعد ما حطيتها كلها؟ ولو في مساحة في لسه فاضل عندك بتزقيهم كده وبياخدوا، يعني هما بياخدوا مساحة، بتزقي كده لغاية ما كل اللفة تخلص بالشكل ده كده. طيب تعالوا بقى بينا نعمل التشريبة اللي هنسقي بيها الصينية الجميلة دي، ونشوف ايه هي التشريبة اللي احنا هنسقيها بيها. عندي هنا كوبايتين من السكر، كوبايتين، سوري معلش، كوبايتين من الحليب، وهنزل بيهم كوباية من السكر، كوباية بس مش مليانة أوي. وأي نوع سكر عندك استخدميه، ما بشترطش أي نوع معين يعني. عندنا كمان نص كوباية من السمنة السايحة، كمان عندنا معلقتين كبار من النشا، ولو عندك كاستر استخدميه، ما عندكيش استخدمي نشا زي ما أنا حاطة كده. عندي معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة، وعندي كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة كده صغيرة كمان من الفانيليا. بس كده، أحط كمان ذرة ملح كده، بس كده، مش هنحط أكتر من كده. هنقلب كل بقى الخليط ده كده مع بعض علشان لازم السكر يدوب. كده قبل ما انزل بقى بالتشريب على الجلاش بسكينة كده، بطرف سكينة بحاول افتح كده، بحيث لما بنزل بالتشريبة الجلاش بيشربه على طول، لو بيتسقى على طول بيه. تمام كده، يعني ايه، بصوا إيه، حاجة بسيطة كده. بس كده، دي التشريبة، شايفين شكلها تحفة. الخليط اللي احنا عاملينه ريحته حلوة لوحده. ننزل بقى كده على الجلاش، وده شكله النهائي بعد ما حطيت التشريبة. الفرن طبعا شغال على درجة حرارة 180. أدخل كده الجلاش، طبعا احنا عارفين الجلاش ما بيغيبش، فأدخله وأشوف أخد قد إيه ونشوف شكله ونكمل وصفتنا مع بعض. وده شكل الصينية الجميلة اللي احنا عملناها وطلعت من الفرن بالجمال ده، شايفين؟ جميلة جدا، والريحة بقى ريحة خطيرة. أرش بقى أول حاجة شوية كده فول طبعا مجروش مش سليم،
على الوش كده. وبعد كده هنسيب السيرم. طبعا السيرم لازم يكون بارد والصينية سخنة، والسيرم النهاردة احنا عاملينه لازم يكون تقيل شوية عن كل مرة. هنسيب كده. وكده وصفتنا تكون انتهت، اللي عملنا فيها المكشكشة اسم على مسمى، اللي من غير ما نفرد ومن غير ما نتعب نفسنا. أي جلاش عندكم مقطع مكرمش مبهدل هنجيبه كده ونكرمشه ونعمله صينية المكرمشة اللي انتم شايفينها. أتمنى تجربوها تعجبكم جدا، وأشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء، باي باي.